السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومن شاطئ السرايا. شاطئ السرايا طبعا من أجمل شواطئ اسكندرية. زي ما احنا شايفين ادي الشاطئ، دي دخلت الشاطئ. طبعا هي مقفولة دلوقتي عشان طبعا فصل الشتاء لسه منتهاش. ده الشاطئ زي ما احنا شايفين شاطئ السرايا. طبعا هو يعتبر في سيدي بشر. شاطئ السرايا طبعا العام، ده شاطئ عام. ادي الشاطئ من هنا وهنشوف بقى، هنكمل ونشوف مع بعض. ادي طبعا هنا مكان شاطئ السرايا وسيدي بشر. ده طريق طبعا الكورنيش زي ما احنا شايفين. نشوف بقى الشاطئ من هنا من الداخل. بصوا المية النهاردة هي لونها غامق بس كويس، يعني فيها موج بسيط. السما مغيمة. ادي الشاطئ. طبعا في الصيف بقى بيفرشوا طبعا هنا الكراسي والشماسي وبيبقى شغال. طبعا الشاطئ شاطئ السرايا شاطئ عام مش خاص، بيبقى رخيص جدا زي ما احنا شايفين. ده مساحة الشاطئ، شاطئ كبير. هنا البوابة الأولانية اللي شفناها المقفولة، وده مكانه. بصوا مساحته قد ايه. شاطئ السرايا طبعا معروف من شواطئ اسكندرية. ادي اهي الدخلة. شاطئ السرايا العام هو مقفول دلوقتي، ممنوع الدخول. لان ما طبعا دلوقتي مفهوش اي خدمات. زي ما احنا شايفين البحر قدامنا، حواجز امواج جوه. شاطئ جميل جدا في الصيف ومنتهى الجمال، من أجمل شواطئ اسكندرية شاطئ السرايا. طبعا مكانه زي ما قلت لكم هو في سيدي بشر، بس قلنا النهاردة نشوف أجواء شاطئ السرايا. زي ما احنا شايفين بصوا مساحته كبيرة جدا، وهو من الشواطئ العامة زي ما قلت لكم. حبايبي المتابعين، يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من جولتنا في شواطئ السرايا، ويكون عجبكم الجولة. وما تنسوناش باللايك، ولو جداد معينا وأول مرة تشوفونا اشتركوا بقى في القناة وانتظروا كل جديد من جولات اسكندرانية. وكل الجداد نورتوا قناتنا ونورتونا. ما تنسوش بقى اللايكات والاشتراكات، واشوفكم الجولة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شاطئ السرايا.